قديسة بتظهر لكل اللي يطلبها وشفاعتها بتستجاب بسرعة جدا. هي شفيعة من ليس له أحد، الشهيدة العفيفة أيرندا. تعالوا نعرف قصتها سوا. كانت الشهيدة العفيفة أيرندا من أسرة تقية جدا، وكانت بتحب المسيح جدا جدا. ولما وصلت لعمر 25 سنة شافها الوالي وأعجب بجمالها جدا، وكان عايز يتجوزها، بس طلب منها الأول إنها تعبد الأوثان وتسجد لهم. لكن القديسة رفضت بكل ثبات، وكانت بتقول القديسة دول عاوزين يبعدوني عن حبيبي يسوع. وقعدوا سنة كاملة بيعذبوها عذابات شديدة جدا. من ضمن العذابات دي إن هم خلعوا أسنانها، والملاك ميخائيل كان بيظهر لها ويقويها ويشفيها من كل ألمها. وكل مرة كان يحصل كده الوالي كان يستعجب جدا من شفائها ومن عمل الله ومعجزاته. ولما وصلت لعمر 26 قاموا بقطع راس الشهيدة ونالت إكليل الشهادة، وهي من شهداء أنصنة وشفيعة كل من ليس له أحد، وكمان شفيعة لكل الأمراض المستعصية. وربنا بيستجيب لشفاعتها بسرعة رهيبة لأجل تحملها لعذابات شديدة. وظهرت الشهيدة أيرندا على ضفاف النيل بتوبها، وهي لابسة فستان أبيض زي اللي في الصورة ده بالظبط، وكان مكتوب على الحزام اللي هي لابساه أيرندا بالقبطية. وبدأت تظهر في رؤية لكل اللي بيطلبها، وفي جزء من جسدها موجود في كنيسة العذراء والسمائيين في بهتيم في شبرا الخيمة. بركة شفاعة وصلوات القديسة أيرندا تكون مع جميعنا أمين. وفي معجزتين حلوين جدا للقديسة أيرندا. واحدة بتقول ماما تعبت من حوالي شهر ونص، وعملنا أشعة طلع فيها مية في بطنها ورجليها ونسبة تليف في الكبد. انزعجنا جدا وسافرنا للقاهرة وكشفنا، والدكتور طلب تحاليل أورام وأشعة مقطعية. ظهرت النتيجة إن في أورام في المبايض مرتفعة جدا. وحولنا الدكتور لدكتور نسا، وطلب إن احنا ناخد عينة من المية عشان نحللها، وعمل سونار. وفي يوم مرات أخويا كلمتني بتقولي إن مامتها وأختها كانوا في أنصنة بيزوروا الشهداء، وفي شخص هناك مسؤول عن الأجساد طلبت منه مامتها إنه يصلي لماما، فقال لها هبعت معاكي أمانة ليها، جزء من جسد قديسة شهيدة صغيرة في السن، هتقف معاها وتطمنها وهي هتعلن عن اسمها ليها. وروحت اليوم ده وكنت بتشفع بالملاك ميخائيل، فعملت سيرش في الفيسبوك على معجزات الملاك ميخائيل. طلع قدامي بوست، انا عادة مش بقرا اي بوستات طويلة، بس معرفش ايه اللي خلاني اقرا البوست ده. لقيته الشهيدة من شهداء أنصنة وصغيرة في السن، وبتظهر للناس وتعرفهم هي مين وقصتها ايه. بصراحة اتخضيت جدا وحسيت برهبة، وحسيت ان هي دي. فبعت لمرات اخويا طلبت منها انها تبعت لنا الجسد باسرع ما يمكن، ومرضتش اقول لها اي حاجة. وفعلا بعتت الجسد، ومن يوم ما وصل واحنا اطمنا وحسينا بسلام. وعدنا التحاليل تاني، لقيناه نزل النص، ودي حاجة ايجابية جدا. وكنا في انتظار نتيجة العينة كل يوم نطلبها ونصلي لها. كنت بقول لها انا صدقت فيك يا قديسة من قبل ما اعرفك، من غير ما اعرف انت مين. كنت باخدها معانا في اي تحليل او اشعة، واقول لها ادخلي مع ماما انت والعذراء ووسفين والملاك. وطلعت نتيجة العينة كويسة جدا، لكن الدكتور طلب مسح ذري لانه كان شايف ان الرحم والمبايض لازم يتشالوا. فروحنا عملنا المسح الذري. ماما كانت خايفة جدا، بتقولي انا مش عايزة اعمل عملية. قلت لها اطلبي من ربنا ومن القديسة أيرندا انك ما تعمليهاش ومش هتعمليها. والحمد لله المسح الذري طلع كويس جدا ومفيهوش اي حاجة تدل على اي اورام. لكن الدكتور طلب نعمل منظار عشان يطمن انه مفيش اي اورام في المعدة. ويوم ما عملنا المنظار اخدت معايا جسد القديسة و3 كسوات لماريمينا وبوسيفين وماري جرجس، وقلت لهم انتوا اللي هتعملوها المنظار. والحمد لله ما طلعش فيه اي ورم في المعدة، لدرجة ان الدكتور بيقولي في حاجة غريبة في حالة ماما انا مش قادرة افهمها، لكن التحليل والمنظار والحالة الصحية مش ماشيين مع بعض. لكن انا واثقة ان ربنا شال عننا وتمجد معانا،
بعد أكتر من شهر ونص بنلف على الدكاترة، محدش عارف يشخص الحالة أو يكتب لها علاج. وكل يوم ماما تطلب من القديسة تقول لها انت مين، لحد آخر يوم ما كناش عارفين هي مين. كنا راجعين للمنيا سمعناها بتقول يا قديسة مش تعرفين انت مين عشان أشكرك. وفي نفس اليوم قابلنا مرات أخويا اللي كانت مع مامتها في أنصنة، وكان معاها جزء تاني من الجسد. والحسن حظها ان القديسة ظهرت لها وشافت شكلها، وكانت سمعت اسمها من الشخص اللي كان في الكنيسة. فبقولها ممكن توصفيها لي؟ قالت لي لابسة تاج وشعرها طويل ولابسة فستان أبيض. قلت لها لو وريتلك صورتها تعرفيها؟ قالت لي أيوة. ووريتها صورة القديسة أيراندا، قالت لي أيوة هي دي. قلت لها دي اسمها القديسة أيراندا؟ قالت لها أيوة، الاسم ده اللي سمعته من الشخص اللي اداها الجسد. واتبسطنا جدا وعرفنا ان هي فعلا. وهي قابلت الشخص ده تاني واكد لها ان هي القديسة أيراندا، وطلب مننا ان احنا نكتب المعجزة دي. شفاعتها حلوة قوي وكل اللي بيطلبها بتجيله، ما بتتأخرش عن حد ابدا. بركة القديسة أيراندا تكون مع جميعنا امين. المعجزة التانية، واحدة بتقول انا اتأخرت عن انا انزل المعجزة دي، حقك عليا يا حبيبتي. انا كانت مرات اخويا حامل وكان في بطنها بنوتة، واختاروا وقرروا يسموها تيا، لكن انا كان نفسي ان هم يسموها أيراندا، وكنت بقول لهم كده. لكن اخويا يقولي لا خلاص انا سميتها واخدت على الاسم، وبقول لمراتي من دلوقتي يا ام تيا. كنت افضل برضو من وقت للتاني اقول لهم سموها أيراندا، لغاية ما وصلت بفضل ربنا للشهر التاسع. وبعدين حصلت حاجة غريبة، اخويا تعب جدا ومكانش قادر يتحرك من الوجع. راح للدكتور قاله انه لازم يعمل عملية فورا في منطقة حساسة جدا. طلع من عند الدكتور في حالة غير طبيعية لان مراته كلها كام يوم وتولد. فرجعنا البيت وكان معايا زيت الشهيدة أيراندا وصورتها. رحت جبت الزيت وقلت له ادهن، لو خفيت ومش محتاجة عملية هتسمي البنت أيراندا. قال لي انا هدهن من الزيت سواء خفيت او ما خفيتش هسميها أيراندا. فرحت قوي وقلت له انت بتتكلم بجد؟ قال لي ايوه. قلت له بركة شفاعتها هتخففك. وفعلا دهن بالليل والصبح، والحمد لله التبع بدأ يقل. وانا كنت حجزت له عند الدكتور تاني عشان نطمن. وفعلا رحنا للدكتور وقال له انت ما عندكش اي حاجة ومش محتاجة عملية خالص. وهو مستمر في دهن الزيت، وبعدها بكام يوم وصلت أيراندا، وكانت أحلى أيراندا وأحلى اسم. وتقريبا كده كان أول اسم على اسم الشهيدة. بركتها معانا ومعاكم أمين. لو أول مرة تسمع سيرتها اعمل شير للناس، خليهم يعرفوا مين القديسة أيراندا، وتابع صفحتي.